قابلت نوعين من الناس، يا اما الناس السكسسفul او الناس اللي مش سكسسفul. ان احنا عايزين نخاطب ناس معينه، دي يبقى عندنا ثقه بنفسنا. بس اللي عنده 20 اكثر احتراما عندي من اللي عنده 40. بزنس موديل عالي في الموضوع ده، لكن ده مش موضوع. لا يمكن ينشئ جيل يعمل طفره في بلد. وهو قال له باي باي. شيبي كان هيعيط فعلا معاه. ابتدى قبلك حقق نجاحات، فطبعا العربيه والشكل واللبس والعلاقات والفلوس مبهره لاي حد صغير في السن. لما في الاخر كل واحد البوصله بتاعته مختلفه. انت ممكن تاخد كل الكلام ده وانت في سن 24 25 سنه فيكون مهلكه ليك. ضيفنا النهارده في الماهر مايند سيت هو واحد دايما سابق بخطوه، وبيشوف النجاح مش بس في النتائج لكن في طريقه التفكير اللي بتوصلنا ليها. الابتكار جزء اساسي من شخصيته، والاصرار هو القوه الروحيه اللي بتساعده على النجاح، ودايما بيدمج ما بين خبراته الحياتيه والمهنيه عشان يوصل للتميز. دكتور تامر منتصر عنده خبرة أكتر من 25 سنة في مجالات متنوعة زي الإدارة، التدريب، الاستشارات الخاصة بابتكار وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. حصل على الدكتوراه والماجستير في كذا مجال، وفي آخر 10 سنين قدر يأسس مجموعة من الشركات وركز على بناء القدرات وتقديم استشارات متخصصة. في حلقة النهاردة هنتكلم عن العقلية اللي بتقود إلى التغيير، عن الإصرار والتفكير اللي بيخلق نجاح حقيقي، عن الرحلة من فكرة بسيطة لحاجة ممكن تغير العالم. استعدوا لحلقة ملهمة مع ضيفنا الدكتور تامر منتصر. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست الماهر مايند سيت. معاكم احمد ماهر، رائد اعمال ومؤسس شركة تو كريتيف سوليوشنز. ما تتخيلوش قد ايه انا شريك النهارده في وجود تامر اللي منتصر معانا النهارده. اهلا وسهلا بيك يا تامر. اهلا بيك يا احمد، موفق ان شاء الله. انا عارف قد ايه وقتك، عارف قد ايه اشغالك، سفرياتك، اكون ان انت قدرت توفر لنا الوقت ده شرفها حاجه بواسي جدا، يعني شكرا جدا حبيبي، تسلم. هو انا شايفه واجب من نواحي كتيره جدا. واجب من ناحيه انسانيه، ان احنا عندنا مجموعه من الرسائل، مجموعه من الخبرات المفروض انها توصل للشباب اللي طالع، لانه مبهر بصراحه. دي نمره واحد. نمره اتنين، انه الخبرات دي جت من اخطاء كثيره جدا، فاحنا هنحاول ان احنا نوفر على الشباب وانهم ما يغلطوش نفس الغلطات بتاعتنا ويتفادوها، فده يسرع. نمرة 3، انه حقيقي احنا اصبحنا في زمن احنا في كمية من الاوبستكلز والعوائق والباريرز قصاد ناس كتيرة جدا، وهي بتنشئ شركات او عندها افكار. فاحلى حاجة في الدنيا انك تساعد ولو بشكل بسيط جدا ببعض النصايح، لو فعلا الخبرات اللي عندنا دي كانت تصلح ان احنا نقعد ونتكلم ونوجه الناس في بعض الامور البسيطه. وانا واثق من كده لعده اسباب. واحد منها ان انت ده بارت اوف يور ميشن. انا عارف ان انت عايز تساعد الناس، وانا عارف الكلام ده، وياما كان بينا كلام كتير قوي باماكن كتيره مختلفه مع بعض فيها ان انت عايز فعلا تساعد الناس. حاجه تانية كمان دي وهنا، انت راجل عندك حوالي 25 سنه او اكتر من 25 سنه خبره في مصر، في الريجون، في العالم كله. فاكيد الاحتكاكات دي ولدت خبرات ممكن ان شاء الله، مش ممكن، انا واثق كمان انه ممكن المتابعين بتوعنا يستفيدوا منها. اكيد خلال الفتره دي تامر قابلت نوعين من الناس، يا اما الناس السكسسفul او الناس اللي مش سكسسفul، واكيد لكل واحد فيهم مايند سيت مختلف. فلو تحكي لي كده ايه وجه التشابه ما بين السكسسفul مايند سيت والانسكسسفul مايند سيت؟ في الفتره اللي فاتت يمكن احنا بنتكلم على 24 25 سنه. اشتغلت في كل الشركات اللي اشتغلت فيها شركات مالتي ناشونال. اشتغلت مع شركات من اول اليونايتد ستيتس في بوسطن وغيرها، لحد سنغافورة، منطقة الخليج بالكامل، بعض الدول في أوروبا، حتى في شمال أفريقيا زي تونس والمغرب وخلافه. تقريبا 40 جنسية. كل جنسية جاية من مكان معين، جاية لك بمايند سيت مختلفة، ليه علاقة كبيرة أو متأثر بشكل كبير جدا بالكالتشر. الكالتشر دي مش بس ازاي انا باكل وبشرب، الكالتشر دي أثرت في ازاي انت بتفكر وبتاخد قرارات. فبتقابل ناس كتيرة جدا. من الحاجات المهمة اللي حصلت لي في حياتي انه كنت باصص للناس من منظور واحد بس. انا راجل جاي من مصر وجاي من محافظة معينة في مصر، وقعدت فيها سنين طويلة، وبعد كده خرجت لدول مختلفة، فكنت باصص للناس من ناحية واحدة. لما شلت العائق ده
وابتديت ابص للبني ادم اللي قصادي على انه بشر، ربنا سبحانه وتعالى كرمه وخلقه بشر زيه، يبقى ما احطش بيني وبينه اي حدود. ابتديت اشوف الناس بطريقه مختلفه، ابص للكالتشر بتاعتهم بطريقه مختلفه، ابص لعاداتهم وتقاليدهم بطريقه مختلفه، واحترم كل ده، اخد منه اللي ينفعني واترك اللي ما ينفعنيش. فدي حاجه مهمه جدا. نمرة 2 الدايفرسيتي او التنوع اللي حصل، انك بتقابل ناس من امريكا ومن اوروبا ومن اسيا ومن منطقتنا العربيه باختلاف طبيعتها، ومن شرق اوروبا ووسط اوروبا ومن الهند وغيره 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 بكميات كبيره جدا. دي بتغير المايند سيت بتاعتك. فانا بتكلم على المايند سيت بتاعتي انا دلوقتي اصلا اللي اتغيرت على مدار 25 سنه، وفيها حاجات ليها علاقه بالبيزنس وفيها حاجات ليها علاقه بالحياه. وبالتالي اللي احنا عايزين نوصله او الهدف اللي عايزين نوصل له من جلسه النهارده ان احنا عايزين نخاطب ناس معينه. احنا بنتكلم على الانتربرونورز او بنتكلم على رواد الاعمال والناس اللي عندهم فكر وافكار، دي حاجه مهمه قوي. نمره 2 اللي بيحاولوا يطوروا ده الى ستارت ابس، شركات ناشئه. نمره 3 اللي في سن صغير. السن الصغير بالنسبه لي هو اللي يبتدي من 17 و18 و19 سنه، لانه ممكن ياسس شركه ويبقى مبهر في السن ده، مفيش مشكله خالص، لحد الناس اللي عندها 33 34 35 سنه كمان، اللي هو سننا يعني حاجه زي كده. طب ليه؟ لان انا شايف، ودي على فكره احصائيه عالميه موثقه، ان الشركات الناشئه اغلبيتها بتفشل، اغلبيه ساحقه، ممكن 95% الى 98% بتفشل، و2% اللي بتنجح. بتفشل ولا بتنجح؟ بتفشل 98. ايوه. والفشل ده ساعات بيبقى فشل سريع جدا في فتره زمنيه قصيره جدا، وقد يكون الفشل ده وان الشركه تقفل ده ممكن يكون بعد 5-6 سنين. فانت عندك 3 مراحل. عندك شركات بتوصل ليونيكورن، شركات ملياريه، ودول نسبتهم قليله جدا، ممكن يكونوا 1% او 2%. وفي بعد كده الشركات ناجحه، حاله من الاستابيليتي والاستدامه والاستقرار لفتره وبعدين تنطلق، ودي برضو نسبتها مش كبيره. انما حرفيا من 10 شركات ناشئه ممكن 7 يقفلوا بعد كام سنه، ممكن 8 يقفلوا بعد كام سنه، ودي احصائيات موجوده على جوجل للناس اللي عايزه تدور. يعني لو بتبقى بالاحصائيه دي، ده سبب ان احنا نتكلم النهارده على الشباب اللي من سن 17 18 سنه لحد 35. ليه؟ تكمله الاحصائيه بتقول ايه؟ بتقول ان الناس اللي بتبني ستارت ابس بتنطلق وتنمو وتوصل لمستويات انها تقدر بمئات الملايين من الدولارات بنسبه كبيره جدا. نجاح الموضوع ده مرتبط بانهم بيعملوها بعد سن 40. ليه؟ لانه اداره الشركه هي اداره البشر اللي جوه الشركه طبعا باختصار شديد. وعشان اتعامل مع البشر محتاج خبره حياتيه محترمه، خبره حياتيه ثقيله. هتقول لي طب ما هو ممكن يتوفر عندنا شاب عنده 23 24 سنه ولكنه نزل الشارع ونزل المجتمع بسبب ظروف معينه في سن 15. ممكن طبعا بيحصل بس كم واحد؟ كم في الألف؟ كم في المليون؟ عددهم قليل جدا جدا جدا. وحتى دي مش معناه انه قادر على انه يدير البشر اللي جوه الشركه. عشان كده غالبا حتى العمالقه زي ستيف جوبز، جيف بيزوس بتاع امازون، الراجل بتاع علي بابا، اعتقد جاك ما، الناس دي بتتكلم على انه اشتغل الاول موظف، ما تتخرجش من الجامعه CEO. ده مش هينفع. واذا نفع معاك وانت شخصيه عبقريه وتوفرت لك كل السكسس فاكتورز وربنا سبحانه وتعالى وفقك وكرمك، ده مش معناه ان دي قاعده نقدر نعممها ونقول للناس ان هو ده الصح خالص. دي استثناءات بتوصل لدرجه ان 1 في المليون او 1 في 10 مليون. احنا جايين النهارده نقول الحاجات اللي ممكن تكون commonalities. يعني ايه؟ يعني المفروض اغلبيه الناس تتميز بعقليه من الشكل ده عشان تنجح. طب هو النجاح في عقليتك بس؟ لا، اول حاجه توفيق الله سبحانه وتعالى، بعد كده اي حاجه تانية. بس احنا بنقول من خلال خبرتنا. الناس اللي بتسمعنا هتاخد اللي ينفعها واللي يمشي مع حالتها واللي يمشي مع الكيس بتاعتها واللي يمشي مع وضعها المجتمعي والاجتماعي والذهني والمادي، ويسيب الحاجه اللي ما تتمشاش معاه. هنا هتاخدني لنقطه تانية وهي نقطه المايند سيت، تعريف المايند سيت اصلا.
ده كان سؤالي فعلا ليك، لان بصراحه انا من خلال يعني قراياتي وحتى لقاءاتي مع زملاء كتير، كل واحد ليه وجهه نظر مختلفه لتعريف المايند سيت. صحيح. وانا كنت حتى حابب بما انه ده اول سيزون لينا، كان ده سؤال لكل ضيف، انت شايف المايند سيت دي ازاي؟ ايه تعريفها ايه؟ بعد كده التكوين ازاي؟ فايه رايك في القصه دي؟ انا من وجهه نظري المايند سيت ببساطه شديده هي الحاله العقليه والذهنيه لمنشئ الشركه او منشئ الشركه. والمناسبه هم المفروض ما يبقوش كتير. يعني انا اميل دايما الى السولو انتربرونور، لان انا سولو انتربرونور. يعني ايه سولو؟ ممكن نعمل لها حلقه تانية ونتكلم فيها، لانها فيها حاجات كتيره قوي. انما يفضل انهم يكونوا 2 3 ماكسيموم 4، وانا شايف ان رقم 3 ده رقم مناسب قوي، الا اذا كان في حاجه نيد ضخمه كبيره جوه الكيان تحتاج لرابع او تحتاج لخامس، هنا تبقى جاستيفايبل يعني مبرر. انما كل ما كان عدد الشركاء اقل كل ما ده هيكون احسن لاسباب استراتيجيه كتيره قوي، برضو محتاجه تفنيد في سياق اخر او في سكه تانية. طيب كلام جميل قوي. المايند سيت بقى عباره عن ايه؟ الشركه حصل انه خدت فند محترم جدا، الفكره اللي قائمه عليها الشركه فكره نوعيه وجديده تماما وهتغير العالم وهتعمل ديسربشن غير طبيعي. قول كل اللي انت عايزه، وكمان ربنا سبحانه وتعالى موفقك، يعني كل الظروف بقت موجوده. الفكره بقى انت عقليتك عامله ازاي؟ انت هتقود ده ازاي؟ انت هتعامل البشر جوه الشركه ازاي؟ وبالتالي لازم يكون عندك حاله عقليه وذهنيه، واحب اضيف ليها كمان حاله روحانيه وقلبيه. هتقول ايه اللي دخل الحاجات دي كلها مع بعض؟ انا بشبه الاربعه دول، عقلي ذهني روحاني قلبي، بالماجيك كوادرنت اللي بتطلعه شركه جارتنر كل سنه عشان تقول لك ان الشركه الفلانيه من احسن 5 شركات في العالم في مجال الاي اي، في مجال الداتا، في مجال السايبر سيكيورتي. عاملين مربع كده 4/4 زي ما نقول بلغتنا الدارجه. فطبعا اللي فوق على اليمين دول الجبابره التايتنز، واللي تحت على الشمال دول لسه في البدايات ولكنهم يعني تشالنجرز. فالاربعه دول مهمين لتاسيس الحاله بتاعتك كبني ادم في كل حاجه، سواء في حياتك او في البيزنس. وده منطلق جديد مهم جدا، لان ما ينفعش اقسم الشخص نصين، احمد في البيت واحمد في الشركه، تامر في البيت وتامر في الشركه. مفيش حاجه اسمها كده، انت بتضحك على نفسك. انت كده تبقى عندك انفصام في الشخصيه، ونجيب بقى دكتور نفسي يعالجك، دي حقيقه. انما بني ادم هو وكيفيه ادارته لبيته ولحياته الشخصيه هي كيفيه ادارته للشركه. ولذلك غالبا الناس المستقره وناجحه في بيوتها الطبيعي انها ناجحه في شغلها، ده الطبيعي. الاستقرار الاسري المفروض يحقق ده. طيب نوصف بقى اللي احنا عايزين نقوله ده ازاي؟ الحاله العقليه والذهنيه والروحانيه والقلبيه، الاربعه دول عباره عن ميكس كوكتيل، مش هيبقى من السهل انك تفرق مين الافضل مين الاحسن مين صاحب النسبه الاعلى. الحاجات دي كلها ليه؟ لا يمكن الاقي حد ناجح الا اذا كان مستقر داخليا، عنده سلام نفسي، عنده ثبات انفعالي. ايه دخل ده بالموضوع؟ انت في المشوار بتاع الانتربرونورشيب والانديفور ده انت هيبقى عندك مصايب، هيبقى عندك اخبار سيئه جدا، ناس مهمه جدا في الشركه كنت شايف ان الشركه دي ما تنفعش من غيرهم بيسيبوك ويمشوا. احد الشركاء كنت معتمد عليه باي في لحظه وانت مش عامل حساب ده. كان المفروض تطلع لايف في الوقت الفلاني وابتديت تتكلم مع عملاء ومضطر لسبب تكنولوجي بسيط او غير بسيط تاخر شهر. في ناس اول ما بيسمعوا الاخبار دي بيحصل لهم بانيك، صح، ما عندوش ثبات انفعالي، مش محضر نفسه، ما عندوش سيناريوهات تانية. دي موضوع ليه علاقه بالحاله الروحانيه والقلبيه. ليه؟ لان الثبات ده بسبب اتصالك بالله سبحانه وتعالى. انت متصل بالله سبحانه وتعالى تمام، وعارف ان كل حاجه بتحصل في حياتك مكتوبه، ولو ما كانتش مكتوبه عشان ما نخشش في الديبيت ده هي من عند ربنا سبحانه وتعالى. وفي كلامنا بقى وفي الصفات السلبيه والايجابيه للعقليه بتاعه المنشئ او المؤسس او الموجد للشركات الناشئه هنتعرض للحته دي، لان في حاجه ليها علاقه بصبرك، في حاجه ليها علاقه بالفتره السيئه جدا اللي بتمر عليك شهر واثنين وثلاثه، وهي فتره سيئه جدا
وكلها مصاعب وكلها تشالنجز وكلها تحديات، وتبقى قاعد مش ملاحق، الاولى ورا الثانيه ورا الثالثه كلها ضربات، انت في حاجات مش فاهمها، هنفهمها لك بقى في حلقتنا النهارده. فده بالنسبه للجزء الروحاني والقلبي. الحاله العقليه والذهنيه حاله صفاء عقلك، انه انا مفيش حاجات بتضغط عليا، ان انا ما بدخلش الامور في بعضها، ان انا عندي قدره على الفصل، ان انا عندي مشكله في اسرتي او في عيلتي ولسه طالع منها، ما جيش اخش وانا متعصب الشركه لان مش هعرف اخد قرارات، ولو خدت قرارات هتبقى قرارات سيئه. اما الحاله الذهنيه دي فانا شايفها انه العقل هو المسؤول عن انك تاخد القرارات دلوقتي آنيا في اللحظة دي، او بعد دقيقة من دلوقتي، او بعد 10 دقائق من دلوقتي، اللي هو الفترة اللي كل بني ادم بيبروسس فيها المشكلة ويوجد لها حلول. انما الحالة الذهنية موضوع مختلف خالص. ليه؟ لانه دي حاجة بتتولد معاك وانت بتحسنها، بتكبرها، بتمرن عقلك على انه يتقبل الحلو ويتقبل الوحش. الحالة الذهنية دي المسؤولة عن وضع الخطوات الاستراتيجية لمدة 10 سنين قدام. ممكن نوضح تاني بعد اذنك كده الفرق ما بين الحالة الذهنية والعقلية؟ طبعا. الحالة العقلية اللي انا بقول عليها الحالة الآنية دلوقتي، انا عقلي بيفكر ازاي وبياخد قرارات ازاي، لانه الليدرشيب او القيادة، عندي شركة فيها 10 افراد زيها زي 1000 على فكرة، انا باخد القرار ازاي، دي حالة عقلية، بمعنى اني بستقبل انبوتس بعملها بروسيسنج بطلع اوتبوت، الاوتبوت ده هو القرار. صح. القرار لو حلو يبان، لو وحش يبان، ممكن صحيح. يبان في ساعتها وممكن يبان بعد 6 سنين. ودي حاجة بندرسها للناس فيما يسمى تحويل شركتك الى داتا دريفن اورجانيزيشن، حاجة اسمها DDO، داتا دريفن اورجانيزيشن، لان الداتا هتخدم في الاخر ان انا باخد قرار، القرار لو حلو هتاخد الكريدت، لو وحش انت اللي هيرفدوك. خصوصا لما بنتكلم على الليدرز الكبار، يقول لك الليدرشيب هو فن اتخاذ عدد قليل جدا من القرارات يوميا، ولكن تأثيرها ماسيف، بتأثر على 1000 بني آدم، بتأثر على 5000 بني آدم، حاجات كده. فالعقل هو المتحكم في ايه؟ هاخد القرار ازاي في الدقائق الآتية. دي الحالة العقلية. الحالة العقلية. الحالة الذهنية هي زي البيبي اللي بيتولد معاك ساعة ولادتك، وبعدين تبتدي انت تشوف في نفسك في سن 13 14 سنة، في سن 17 سنة، في سن 20، انه انا مختلف عن اللي حواليا، وسبب اختلافي ان انا ببص للامور وبعالج الامور وبفكر استراتيجيا في الامور بطريقة غير زمايلي. الطالب اللي في سنة اولى كلية لو عرف، سنة اولى طب، لو هو داخل كلية طب عارف هو هيتخصص في ايه، حياته اسهل في ال6 سنين. وبعد كده السنة السابعة اللي بيعملوها دي، اللي داخل كلية هندسة هو عارف هو عايز ايه من هندسة، غير اللي داخل بقى ايه، اخلص اعدادي هندسة وبعد كده ابقى اشوف انا رايح على فين. دي اسمها حالة ذهنية، انا مؤسس ممرن دماغي، عرفت ان انا مختلف، عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى اداني حاجات انا لازم استعد لها، فهي ليها علاقة كبيرة جدا بالتفكير الاستراتيجي. انما العقل دلوقتي احنا كده اتكلمنا على الحالة الذهنية والعقلية والروحانية والقلبية. الروحانية دي مرتبطة بالله سبحانه وتعالى 100%، وليها علاقة كبيرة جدا بالثبات الانفعالي وعدم ان يبقى يحصل لك بانيك ويحصل لك ايه ده انا مش عارف افكر، يقفل الباب عليه ويقعد بقى والناس كلها تمشي والشركة قفلت الساعة 5 وهو قاعد الساعة 10 في حالة بانيك برضه، مش عارف يتصرف ازاي، ويكلم فلان ويكلم فلانة ويفضفض، وممكن في اللحظات دي يطلع اسرار الشركة ومبالغها وارقامها لانه مش عارف يعمل كنترول على نفسه. دي خطيرة جدا. فالحالة الروحانية دي مهمة جدا. الحالة القلبية اللي احنا بنسميها بالمصري بقى في الشارع العادي انه يبقى سالك. انت النهاردة شريك معاك 3 غيرك، قلبك ايه بالنسبة لهم؟ انت بتحقد على ده وبتغير من ده وشايف ان ده واخد نسبة اكبر منك وشايف ان انت بتعمل شغل المفروض يقيم بنسبة اكبر من كده. ده هيدمر الشركة، هيدمرها. اما ان الناس هتمشي، اما انت نفسك هتمشي. انا شخصيا اتعرضت بحاجه شبه كده. فانت قلبك عامل ازاي؟ حط ال4 دول بقى في 4 مربعات كده واشتغل عليهم وشوف انت رايح على فين، رايح على فين مع ربك، رايح على فين مع نفسك والناس المحيطه بيك، عقلك بيمشيك ازاي، حالتك الذهنيه في حاله استقرار ولا لا. فالمايند سيت بتاع الانتربرونور او رائد الاعمال
والمنشئ لشركه جديده او فكره جديده ده وضعه لازم يفكر، لازم يشوف الحاجات دي هو عامل معاها ايه. طب ليه التركيز على الشباب اصحاب السن الصغير؟ لاسباب كتيره جدا. بقى نبتدي نتكلم على 3 حاجات مختلفين في المايند سيت بتاع الانتربرونور اللي بينشئ او انشأ او هينشئ ستارت اب. وليه انا مركز على الشباب اللي في سن 17 18 19 سنه اللي لسه داخل جامعه، والناس اللي وصلوا لحد 35 اللي هو المفروض لو اتخرج عنده 21 22 سنه ودخل جيش كمان يبقى المفروض يشتغل له 10 12 سنه. فخلاص هو بلغه السوق استوى. واحد بقى له 10 12 سنه شغال في الحسابات، في المخازن، في المبيعات. لا، انت بقى عندك خبره كويسه جدا تؤهلك ان لو عندك فكره جديده المفروض انك عارف تتعمل ازاي. بالظبط كده، بالظبط كده. لما نيجي بقى نتكلم على النيجاتيف والبوزيتيف والحياه الواقعيه، انت مقسم الحاجات دي لان في حاجات نيجاتيف بتحصل للانسان، بتحصل للانتربرينور، في حاجات بوزيتيف بتحصل له، وفي حاجات مواقف حياتيه كده بتوصل. بالظبط كده. طيب حابب نبتدي بالنيجاتيف الاول. النيجاتيف ده ايه بالنيجاتيف قصدك بيه؟ بقصد هنا النيجاتيف مايند سيت. اوكي. لو انا بافتراض انا هدي امثله ممكن الناس اللي بتسمعنا الكلام ده يمشي عليها وممكن لا. لحد سن حاجه و30 سنه بعض الناس بيحصل لها حاله من الانبهار بالمظاهر وحاله من الاستعجال، والكلام ده سبحان الله يستوي فيه كل البشر ان شاء الله اللي عنده 60 سنه. بس انا تاني برجع اقول انا بتكلم على شريحه معينه من الشباب العربي من سن اقل من 20 سنه لحد 35 سنه، لان اللي انا هقوله ده متوفر فيهم قوي. ليه؟ لان دي طبيعه البشر. طبيعي كل ما كنت صغير في السن كل ما كان عندي حاله من الاستعجال اكتر. ده طبيعي يا راجل. ده حتى وانت سايق العربيه ادي عربيه رائعه لشاب عنده 18 سنه غير لما واحد عنده 48 سنه يسوق نفس العربيه. يعني بالظبط كده. دي حقيقه ومحدش يقدر ينكرها. It's like a fact. هنا حاله الاستعجال بتيجي منين؟ احنا متاثرين قوي قوي بالغرب قوي، وده غلط. لان اللي راح وعاش وتعامل مع جنسيات مختلفه شاف الغرب على حقيقته. صح. اللي احنا بنشوفهم ناجحين في الغرب دول يعني يمكن نص في المية، والممثلين اللي بنشوفهم في الافلام دول خلاصه السيدات والرجال في امريكا وفي انجلترا وفي ايطاليا. الشعوب عاديه جدا واحنا شعوبنا زيهم واحسن. بالظبط. وبقارن جنسيات عربيه بجنسيات اجنبيه من ناحيه العقل ومن ناحيه التفكير ومن ناحيه القدره الاكاديميه ومن ناحيه اللغه احنا احسن. دي عندنا ثقه بنفسنا. بس المساله بسيطه جدا. بما انك متاثر بالغرب شوف افلام او تشوف حد زي مارك زوكربيرج في الفيسبوك عنده حاجه و20 سنه وبقى عنده مليارات. الحياه مش كده. الحياه مش كده هنا. الحياه مش كده هناك اصلا. فما تنخدعش بده، وبالتالي ده ما يخليكش تستعجل. وانا هنا عايز اقول نقطتين الحقيقه للشباب الصغير. الحاجه الاولانيه الاستعجال معناه ايه؟ ما تستعجلش عن النتيجه، استعجل في اسباب النتيجه. ما تستعجلش عن النتيجه. يعني ايه استعجل في اسباب النتيجه؟ ان انا النهارده عندي برودكت زي موبايل ابلكيشن او ويب ابلكيشن او بلاتفورم او عندي فكره عايز اعملها، اسبابها ان انا يبقى عندي تكنولوجي واضحه محددها من دلوقتي، محددهاش بعدين. ده استعجال، بس استعجال في الصح. ان احط السلكشن كرايتيريا او شروط قبول واختيار التيم بتاعي استعجل عليها دلوقتي. دي كلها اسباب للنتيجه. تخطيط يعني. بالظبط كده. انما ما تجيش تستعجل انه هي ليه ما طارتش، ليه ما نورتش. دي مش بتاعتك اصلا. فكتير بيستعجلوا. دي نقطه. النقطه الثانيه هو مستعجل على انه يبقى ناجح، مستعجل على انه يبقى مشهور، مستعجل يبقى عنده فلوس. لسه قدامك وقت كتير جدا، والثلاث حاجات دول اصلا مش بتوعك ومش بايدك يا حبيبي. لازم تاخد بالك من النقطه دي كويسه قوي، لانه انت ممكن تاخد كل الكلام ده وانت في سن 24 25 سنه فيكون مهلكه ليك. فمن لطف ربنا عليك طبعا هي دي نقمه مش نعمه. فما تستعجلش. الراجل بتاع كنتاكي KFC الراجل ده حقق النجاح بعد سن 60. فاهدوا. المساله مش محتاجه استعجال على ان، بس هي محتاجه استعجال في اسباب النتيجه مش في النتيجه نفسها. فحته الاستعجال دي
وحشه قوي عند ناس كتير. ايه تاني اللي ممكن يبقى؟ النقطه الثانيه اخطر، حاله الانبهار بالمظاهر. يعني ايه؟ يعني شاب عنده 22 23 سنه، بنت زي اللي كنت بتكلم عليها لا تزيد عن 28 29 سنه، قابلت احمد، قابلت تامر، قابلت فلان الفلاني، ودول كثر كتير جدا جدا في السوق المصري والعربي اللي حققوا نجاحات وممكن يكونوا اكبر منها في السن ب 10 15 سنه، فتتوسم فيهم الخبره، تتوسم فيهم ان اصحاب نجاحات، انهم اسسوا شركات كذا وكذا وكذا، وتقعد وتسلم الفكره وتسلم تفاصيل الفكره، وبعد كده محدش بيرد عليها، وبعد 6 شهور الفكره اتعملت وطارت وبقت بمليارات. انا بشتغل من سن 19 سنه. انا واخويا بنعمل كمبيوترز ونجمعها زمان لو تفتكر التاورز وابيعها، وبعد كده ابتديت اصلح السوفت وير بتاع الموبايل زمان ايام النوكيا والاريكسون والحاجات القديمه دي. مع مرور الوقت انت عايز تكبر، صح. فتخرجنا، بعد كده طلعنا بره، بعد كده ابتدينا نشتغل في شركات عملاقه على مستوى العالم، بعد كده ابتدى يبقى عندنا افكار. الافكار عشان بتبقى حلوه قوي فبتجمع صيادين الافكار، وخدوا بالكم الشباب ياخد باله، بيتجمع صيادين الافكار. يبقى فريسه يعني. طبعا هو عنده الفلوس، عنده العلاقات، مش واخد باله ان اللي هو بيعمله ده فيه شبهه حرام، هو حر بقى، دي حاجه بينه وبين ربه، انما بيقعد معاك ويقول لك هنعمل وهنعمل وهنعمل، وياخد الحكايه كلها، وانت طبعا في حاله انبهار نتيجه ان ده شخصيه ومعروفه وطبعا عنده عربيه كذا وعنده فلوس كذا وشارك في اكتر من شركه، ولكن بتفاجئ انك بتخدع. فانا شايف ان الشباب والشابات الصغيرين في السن اللي بيعملوا حاجه، امسك في الفكره واشتغل، وما تروحش تقعد مع 100,000 واحد، واختار الناس اللي انت هتقعد معاهم، واعمل اللي احنا بنسميه الديو ديليجنس، ان مين ده، وما تستعجلش، اقعد معاه بعد 6 شهور يا سيدي. انا بستثمر النهارده في كيان مهم جدا في مصر. انا بقالي 6 شهور في ديو ديليجنس مع الشاب اللي بيعمله، 6 شهور رايحين جايين على ارقام، على شخصيته، شخصيه شركائه، ولازم اقعد معاهم مره واثنين وثلاثه، عشان اللي بيبان لك في اول مره غير اللي بيبان في 5 مره. ما تستعجلوش على حاجه، خطوبه كده في الاول بالظبط كده يعني. بالظبط كده. ففكره الاستعجال وفكره الانبهار بالمظاهر، الحتتين دول مهمين قوي، وانا شايف انهم نيجاتيف سيمبتومز او مظاهر سلبيه في العقليه. لان خد بالك اللي بيقول لك استعجل عقلك مدفوعا بامور اخرى كثيره، اللي بيخليك تنبهر بالشكل واللبس والصوره والفيديوز والعربيه والفلوس بتاعت اللي جاي يقعد معاك، نفس الفكره، عقلك برضه. صح. يعني انا مبسوط قوي بالنقطتين دول، لانه فعلا يعني انت كده مستوم وواحد لمس الباب. وفعلا انا كنت قاعد مع واحد في السعوديه، وشبه كان هيعيط فعلا معايا، لانه فعلا قدم فكره معينه وللاسف اتاخدت منه، وهو قال له باي باي. ففعلا الاستعجال وان انت تنخدع بالمظاهر دي مهمه جدا 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 لاي حد، وبقى فعلا زي بقولي كده بتفق معاك توتالي يعني. طب لو احنا اتكلمنا عن حاجات بقى بوزيتيف، تحفه بقى، تحفه. وبحترم جدا الشباب الصغير. يعني لو قابلت واحد عنده 40 سنه وقابلت واحد عنده 30 وواحد ثالث عنده 20، ويتوفر فيهم الحاجات دي، اللي عنده 20 اكثر احتراما عندي من اللي عنده 40، لان اللي عنده 40 خاض التجربه وغلط، انما اللي عنده 20 ده شكله جاي جاهز بالبوزيتيف مايند سيت. بحط على رأسها الصبر، وده عكس الاستعجال. الصبر عامل مهم جدا في المايند سيت، لان انت ممكن تعمل الحاجه ما تشتغلش قوي دلوقتي، انت ممكن تعمل الحاجه وبعد 6 شهور وبعد سنه تلاقي كل عدد العملاء اللي عندك 100 واحد وانت كان نفسك في 1000. الصبر ده عامل مهم جدا، لان من غيره مش هيجي ما يسمى بالمثابره. انا لازم اكون صبور الاول، والحته دي متأصلة فيا وفي شخصيتي، عشان بعد كده يبقى عندي المثابرة. يعني المثابرة عملت حاجة ونجحت 5%، أكمل فهتبقى 15، أكمل هتبقى 35 لحد ما أوصل لل100. برافو عليك، مظبوط كده. دي بترد على فكرة الاستعجال. فالصبر مهم جدا. نمرة 2 الكتمان. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
ليه ده مهم؟ كتير من الشباب بيبقى منبهر ومبسوط بفكرته، دي ليها تأسيس علمي، بس يعني خلينا نبعد دلوقتي. أنا شايف إن الفكرة حلوة قوي وبتاعتي وربنا سبحانه وتعالى ألهمني بيها، فساعات بياخدوا الحماسة إن كل ما يقعد مع حد يحكي له، دي واحدة، ويكون لسه ما نفذهاش، ده غلط كبير جدا جدا جدا. أدي نمرة واحد. طيب ابتدى في تنفيذها، كويس، ما انت ابتديت، تحكي ليه بقى؟ خليك زي ما انت. لما تخلص وتنجح، يعني ايه تنجح؟ يعني اكتملت، بقى عندي برودكت مكتمل، منتج مكتمل خلصان، ليه قنواته التسويقيه وعامل له الاسيتس بتاعه الماركتنج وبتاعه السيلز وخلافه وخلافه وخلافه. عشان انا جاي من خلفيه تكنولوجي، فدايما دماغي بقى في البلاتفورمز والمنصات والحاجات. خلص، لما تخلص اعرض. الناس اللطيفه الكويسه بمنتهى البساطه هتقول لك احنا شايفين حاجات كويسه ودي الحاجات النيجاتيف عندك في البرودكت بتاعك، فلازم تظبط. انت مش محتاج انك لا تنبهر بفكرتك فتدفعك الحماسه انك تفك اسر السريه بتاعتها، مهمه جدا. نمره 2، انه الكتمان ده ضروري. ليه؟ وانت بتمانج الشركه النهارده، لما بنتكلم على $1,000,000 فند، ده رقم كبير بالعمله المصريه، مش سهل، وممكن تأسس بيه شركة هنا وتعين جيش من البشر وتفضل تصرف عليهم سنتين، مفيش مشكلة خالص. ساعات الشباب ياخدهم برضو الحماسة فيبتدي يقول اللي في عقله، اللي في دماغه، أنا هعمل إيه $1,000,000 دول. الكلام ده يتقال على مستوى البورد، يتقالش على مستوى الشركة، يتقالش على مستوى الأفراد، لأن أنت تحتيك 40-50 واحد بيشتغلوا، الله أعلم مين هيسيبك بكرة، مين هيسيبك بعد شهر. تلاحظ حاجة على مستوى العالم، في ناس كتير جدا خرجت من شركات عملاقة راحت عملت شركات تانية، منها المتشابه زي الفنتك. واحد كان من مؤسسي شركات الفنتك على مستوى العالم، بعد فترة ترك وراح. النهاردة اوبن اي اي مش معاناة، انما اوبن اي اي كل كام شهر في حد من البورد او حد من المؤسسين بيترك سام ويروح يعمل الحاجة بتاعته في نفس المجال، صحيح، او في مجال مشابه تحت الامبريلا بتاعت الاي اي. لكن عايز ارجع لنقطه الكتمان في ايه؟ انت ليه تقول معلومات زي ده؟ اي معلومات زياده ملهاش لازمه، اي معلومات زياده ملهاش لازمه. يبقى لازم امسك نفسي، لازم ابقى عارف انا هقول المعلومه لمين، امتى، ازاي، واذا كان ينفع هو يسمعها ولا لا، ولو سمعها هو هيستغلها ازاي. دي حاجات مهمه جدا. طيب يبقى احنا اتكلمنا على الصبر واتكلمنا على الكتمان. طب عندي حاجه في موضوع الكتمان دي، لان بصراحه عندي وجهه نظر مختلفه شويه. طب ما انا دلوقتي النهارده استعنت بالكتمان كل شركه، لما بكره البرودكت هينزل او السيرفيس هتنزل او الفكره هتنزل الماركت، ده هتشير يبقى فيزبل. ايوه طبعا، ساعه البرودكت ما نزل مفيش كتمان. انا قصدي ان الكتمان ده لحد ما تخلص منتج نهائي. بيمتد في ايه؟ بيمتد في امور اخرى ليها علاقه بالوضع المالي للشركه، ده مش كل من هب وده بيعرفها. طبعا حاجه مهمه جدا. في بعض الافكار الاستراتيجيه اللي بتبقى عندك، عمليه الكتمان ليها علاقه كمان بالافكار الاستراتيجيه. انا عايز بعد 5 سنين ابقى في الحته دي، برضو مش كل واحد في الشركه يعرفها. دي الحاجات، ولذلك انا قلت في بدايه الكلام، في بدايه الجلسه قلت ان الشباب هيسمع مننا وياخد اللي ياخده ويسيب اللي يسيبه. انت وضعك دلوقتي ايه؟ البوزيشننج اللي انت فيه ايه؟ الحاله بتاعتك ايه؟ انما بنقول لو كنت عملت الحاجات دي خد بالك، لو كنت عملت الحاجات دي خد بالك. انما في شباب صغيرين تلاقيهم اساسا يعني بتتوسم فيهم الكتمان، هم كتومين بطبيعتهم، ما بيطلعش الكلام لحد. ده سر من اسرار النجاح. انما عندي برودكت وطلع، ده بالعكس، البرودكت اول ما يطلع ده انا عايز الدنيا كلها اوت ريتش، بقى اوت ريتش، الناس كلها تعرف عنه. تمام. واعتقد ان كمان وقتها بيبان المايند سيت. يعني انا دلوقتي لما الفكره بتاعتي طلعت للنور واتعرفت من كل الناس، لو بكره حد عايز يعمل كوبي زي ما كده، مش بالضروره ينجح. هو عارف ان الحته الكودينج او عارف حته الموضوع اللي هو البيزنس موديل، عارف الموضوع ده، لكن ده مش معروف. بالظبط كده. احنا بنقول مايند سيت. حتى لو احنا بنشتغل مع كومبيتيتورز او نفسين تانيين بيقدموا نفس اللي احنا بنقدمه، بيفرق المايند سيت. بالظبط كده. دي مهمه جدا جدا جدا، لانه المايند سيت دي اساسا لو عندك
على فكره في بعض الناس بيسموهم السيريال انتربرونورز. عمل فكره ونجحت وطارت، عمل اللي بعدها فشلت، راح عمل الثالثه، عمل الرابعه، عمل الخامسه. في ناس كتير جدا يعني عملوا اكتر من شركه ناشئه، وفي ربنا سبحانه وتعالى وفقوا في الكل، وفي وفقوا في الربع، وفي وفقوا في النص. اقصد ان لو عندك الاساس الهام الله سبحانه وتعالى ليك بالفكره، ما هياش قضيه كبيره، لان ليها دخل كبير بسعيك. انا من وجهه نظري مؤمن انه النقطه الثالثه بقى في المايند سيت دي ممكن نتعرض لها دلوقتي. النقطه الثالثه في الجزء الخاص بالبوزيتيف مايند سيت، اللي هي المايند سيت الايجابي، او بمعنى ادق المظاهر الايجابيه للحاله الذهنيه والعقليه دي. دوام الاطلاع. انصح كل الشباب في سن صغير جدا بما يسمى بدوام الاطلاع. يعني ايه دوام الاطلاع؟ انت بقالك سنين طويله جدا بتقول المنطقه العربيه ليس فيها مثقفين، ليس فيها قراء، اخر الاجيال اللي شفناها بتقرا الجرايد كان جيل اهالينا. بتشوف مين في الشارع دلوقتي ولا قاعد على قهوه ولا قاعد في المترو ماسك جورنان بيقراه؟ مفيش الكلام ده، كله على الموبايل، والموبايل مبني على السوشيال ميديا، ومبني على الاكاونتس بتاعه الصحف على السوشيال ميديا. الكلام ده كله من وجهه نظري استحاله ينشئ جيل يعمل طفره في بلد. لا يمكن ينشئ جيل يعمل طفره في بلد. لازم تطلع، لازم تقرا. مش مهم بقى بقرا من التابلت ولا من الموبايل. عمليه القرايه دي لازم يوميا في نص ساعه الى ساعه من يومك كفاوندر انك تقرا. حضرتك عايز تقرا في ايه؟ عايز تقرا مثلا في علم الاجتماع، فتروح تشتري كتاب المقدمه لابن خلدون اللي الناس بتقول عليه مقدمه ابن خلدون، ده في علم الاجتماع. انا من رايي انك لازم تقراه. ليه؟ هو انت لما هتقدم منتج هتقدمه لمين؟ هتقدمه للمجتمع، يبقى لازم تقرا في علم الاجتماع عشان تبقى عارف التاريخ بيقول ايه عن الناس. نمرة 2 لازم تقرا في التاريخ وتاريخ الامم. نمرة 3 لازم تقرا في الاقتصاد، لازم تقرا في السياسه، لازم تقرا في علم النفس شويه. دي حاجات كتيره جدا لازم تقرا فيها. لو انت بقى عايز تقول السنه دي انا مش هقرا غير في التكنولوجي اللي انا هبني بيه فكرتي، مفيش مشكله، اهلا وسهلا منك تقرا. دي مهمه جدا. وحاول ما تنشغلش بالفكره وانك تقومها وتعمل شركتك وتنسى حكايه الاطلاع. نص ساعه الى ساعه في اليوم ما اعتقدش انها، خدها من وقت نومك. لو هتنام 8 ساعات نام 7، والساعه دي اقرا في كل حاجه واي حاجه. 10 دقائق هنا، ربع ساعه هنا. احنا محظوظين ان احنا في زمن ممكن اتفرج على يوتيوب فيديو مدته 5 دقائق اعرف الدنيا ماشيه في الحته دي ازاي. دوام الاطلاع اي مكان الوسيط او اي مكان الميديوم دي حاجه مهمه جدا في عقليه المنشئ او الموجد اللي احنا بنسميه الفاوندر، يعني او الفاوندرز بتاعه الشركات الناشئه. دي لك على حاجه فكرتني وانت بتتكلم دلوقتي. عالم دي المير كان احد الشركات اشتغلت فيها مالتي ناشونال، كان بيقول انا يوميا كنت بقعد اعمل تلاقيه الساعه دي. فبنساله ليه يا دكتور؟ قال انا دلوقتي بتعامل مع عملاء وهتكلم معاهم، هفتح الحديث ازاي؟ فكان بيستخدم القرايه كنوع من الابروتش مع الكاستمرز او كلاينتس. دي حقيقه انه لو هو ابتدى كان عنده معلومات قديمه وخلصت، طب انا النهارده قابلت تاني اتكلمت معاه في موضوع، طب بكره هقابله تاني اتكلم معاه فيه بالظبط. فكان الهدف الرئيسي كان بيقرا حاجات كتير جدا من اقصى اليمين لاقصى الشمال، من حاجات هو انترستد فيها وحاجات هو مش انترستد فيها. وقد ايه الراجل ده كان ناجح بسبب موضوع الدوام اللي طلع زي ما الناس عندنا كده غذاء العقل. من الحاجات المهمه جدا اللي اغلبيه الناس ما تعرفهاش انه انت لما تخلص البرودكت بتاعك انت عايز تبيعه، وهتبيعه يبقى لازم السيلز بتوعك يكونوا مطلعين. وعشان كده في حاجه مهمه قوي، انا لما باجي اشتري البرودكت احتمال كبير اشتريه بسبب ان انا مقتنع بالشخص اللي بيبيعه لي، مش بس بالمنتج. ونسبه ساعات ابقى مقتنع بالمنتج والشخص اللي بيبيعه لي لا، ساعات لمجرد اقتناعي بالشخص ده. ليه؟ بسبب اطلاعه. لو واحد النهارده مش بيكلمني على ان البرودكت ده انا هستخدمه استخدام واحد بس، اللي قاري كمان ويحصل عنده حاله، نرجع للحاله الذهنيه بقى، اللي بيقرا كتير وانت بتتكلم معاه بيبقى عنده قدره على الارتجال
والارتجال معناه ان انا عندي زخم ومخزون فبطلع منه وقت ما انا عايز. ده نتيجه ايه؟ ان انا بسمع كتير، بشوف كتير، بتامل كتير، اقرا كتير. دي كلها عوامل فعاله في مساله الاطلاع. انا معاك يا مية طبعا. الاطلاع ده مهم جدا جدا وعايز اقول لك انه في نسبه كبيره قد تصل ل 80 و90% من الناس بتشتري فعلا عشان خاطر هم مقتنعين بيه. والاقتناع ده بيجي عشان خاطر الكريديبيليتي دي جزء ان انت انا اشتريت من الراجل ده، انا عجبني على بعض. ليه؟ لانه هو بيقول كلام كويس بالظبط، فين بيعمل ايه بالظبط. فطبعا الاطلاع مهم جدا جدا. ايه تاني بقى يدور الاطلاع احنا قلنا الصبر والكتمان ودوام الاطلاع. هنختم باحلى حاجه في الدنيا، حكايه الحمد والشكر. ليه بقى؟ اولا الناس لازم تفصل ما بين، ودي مشكله شايفها في المجتمع المصري والمجتمع العربي قاطبه من المحيط للخليج. الناس لازم تفصل ما بين العبادات والمعاملات. انا مش احسن واحد اتكلم في الموضوع ده فانا مش هتكلم فيه، هي رساله صغيره الناس تفهمها وتدور وراها. انما انا عايز اقوله ان ناس كتيره جدا تقعد معاها يقول لك انا كنت اصغر واحد عملت كذا في سن ال25، انا اخترعت غطا لازازه الشويبس مثلث مش مدور، انا عملت. انت حقيقه الناس دي لما بقابلها ببقى عايز اطبطب عليه واركنه جنب الحيطه او اكرمش له 10 جنيه كده اقول له لانه ما ينفعش، لسبب بسيط جدا. انه مين اللي اداك الفكره؟ ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي سبب اسبابها؟ ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي خلاك تمشي في السكه دي من اساسه؟ اذا حضرتك عباره عن واحد شغيل. يعني شغال، يعني انت عامل، يعني انت موظف، يعني الحاجات اللي انت فيها دي كلها انت اصلا مالكش دخل بيها، وبكره الصبح ربنا ياخد كل ده. ربنا ياخد كل ده. طب طالما كل ده وهو ايه دور كل البشر في الحياه؟ ده يوسف وهبي يقول لك ما الحياه الا ايه؟ مسرح. هي دي حقيقه، انه كل واحد فينا بيلعب دور معين. ربنا سبحانه وتعالى بيأهلك انك تلعب الدور ده، وقد يكون في حاجه كويسه ليك وممكن يكون في حاجه وحشه ليك، والوحش هيجي منك والحلو دايما بيجي من عند ربنا. فليه انا بقول ديمومه الحمد والشكر دي مهمه جدا؟ ليه؟ عشان تصغر نفسك، عشان تفضل نفسك صغيره منكسره. لانها لو عليت صدقني هتبتدي انت بطبيعه الحال تتعالى على الشركاء، ثم تتعالى على الموظفين، ثم تتعالى على العميل، وكل سنه وانت طيب. راحت. لان ده ليه اثر كبير جدا على سمعتك. طريقه كلامك واسلوب كلامك وتعاملك مع الناس بعد ما بتلف وبتدور ظهرك انت مش عارف الناس بتقول عليك ايه. فلو انت دايما بتحمد ربنا وتشكره على ان كل صغيره وكبيره بما فيها الفكره اللي خلتك ملياردير بتاعته هو مش بتاعتك انت، هتفضل بتتعامل بايه؟ تواضع، هدوء، الفضل لله سبحانه وتعالى. عشان كده بوجه رساله للشباب، وبالمناسبه اللي بيحصل لهم لسه بيحصل لي لحد دلوقتي، واعتقد انه بيحصل للاكبر مننا في السن كمان. ابقى قاعد بكتب حاجه معينه، قاعد بطور فكره معينه، فاقول الله والله برافو عليك هتعمل فكره حلوه قوي. لازم في ساعتها تحمد ربنا وتشكر ربنا عشان تكسر مدخل الشيطان اللي ابتديت انت بقى تفكر وانا عظيم وانا جبار وانا عبقري. لا يا حبيبي، انت صفر. انا بسميها النظريه الصفريه، وانا متبني ده من اكتر من 20 سنه، من سن مثلا 25 26 سنه. النظريه الصفريه ووالدتي ليها دخل كبير جدا في الحكايه دي في التربيه. اسمها النظريه الصفريه. سيادتك صفر، مهما عليت انت صفر. فدي بتعمل معاك حاجتين، حته التواضع والبساطه الشديده جدا مع كل الناس. انت عارف ده بيعمل ايه؟ يخليك وانت قائد، يخليك وانت كبير قوي وفاتح شركه عملاقه تسمع لاصغر واحد في الشركه. انت لو متعالي مش اسمع لمين واسمع له ليه وبتاع ايه، ده انا عندي مستشارين بدفع لهم وجايين مش عارف منين. انما طول ما انت حاسس انك لسه في حته الصفر دي، يبقى النقطه الاولانيه تسمع وتتعامل مع كل الناس وسواسيه. دي نمره واحد.
نمرة 2 انه هيبقى دايما عندك الهيت، حاجة اسمها الانر هيت. الانر هيت اللي هو الحماس الداخلي، مش انا صفر، انا عايز ابقى 1، عايز ابقى 2، عايز ابقى 3. انت فهمت قصدي؟ عملية معقدة شوية، ولكن ليها علاقة تاني بالاربعة اللي قلنا عليهم: العقل والذهن والقلب والايه والروح. دي مهمة جدا. وبكده نكون خلصنا تقريبا على الاقل 4 عناصر رئيسية من العناصر بتاعة البوزيتيف مايند سيت، او الحالة البشرية والإنسانية اللي المفروض أي حد عايز ينجح يبقى عليها. هل في حاجات تانية؟ في حاجات تانية كتير قوي، بس أنا مهتم بالأربعة دول قوي، خصوصا في السن الصغير. الحالة المادية: الانطلاق من 0 لمليون، من مليون ل10، من 10 ل100. الحالة دي بتعمل مشاكل رهيبة عند كثير من الشباب. كل ما اغتنى ومظاهر الغنى ظهرت عليه وهو في سن أصغر، كل ما لازم ياخد باله من الحتة دي كويس جدا اللي أنا هقولها دي، ياخد باله كويس قوي، لأنها حرفيا مدمرة. وكمية ناس بالآلاف على مستوى العالم حصل لهم ده يا راجل، من أول البوكسيرز، من أول الملاكمين. ملاكم تلاقيه 2 3 كسب 100 مليون دولار، وبعد 3 4 سنين وانت ماشي في أمريكا تلاقيه بيشحت هوملس، فيش خالص ولا مليم مدد إيده للناس. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من الماهر مايند سيت. يا رب تكونوا استفدتوا من الأفكار والتجارب اللي شاركناها معاكم. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وكمان تشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل جديد ينزل من الماهر مايند سيت. منتظر تعليقاتكم وآرائكم واقتراحاتكم لمواضيع نناقشها وضيوف تحبوا تشوفوهم معانا في الحلقات الجاية. أشوفكم على خير. الماهر مايند سيت، بوصلتك للنجاح.